كلمتكم قبل كده على عروض بنك المشرق نيو، لكن ما كلمتكمش على موضوع المكافأة الترحيبية لأي حد لسه ما فتحش حساب المشرق اللي هو حساب المشرق نيو أو المشرق اي ان اللي هو بالتعاون مع اتصالات. بيقولك ان في مكافأة ترحيبية لأي حد هيفتح الحساب جديد لحد 1000 جنيه، وهفهمك يعني ايه المكافأة دي. مش هتروح تفتح الحساب وتاخد ال 1000 جنيه. مبدئيا كده بيقولك في الشهر الأول لازم تسيب مبلغ ما بين 10000 جنيه ل 20000 جنيه في حسابك، ما تتصرفش فيهم، يا اما تعمل اي معامله بالفيزا ب 5000 جنيه. يعني كده او كده الشهر اللي بعده ينزل لك مبلغ 166 جنيه و60 قرش، او ان انت تسيب مبلغ اعلى من 20000 جنيه في حسابك او تعمل معاملات بالفيزا 10000 جنيه فطالع، هينزل لك الشهر اللي بعده 333 جنيه و30 قرش. وطبعا الحسبه بتبتدي تتحسب للشهر التالي. يعني انت فتحت حسابك في ديسمبر، سبت فلوسك طول شهر يناير، شهر فبراير بينزل لك المبلغ. لو افترضنا ان انت سايب 20000 جنيه لمده اول 3 شهور، هينزل لك 1000 جنيه لانه 333 و30 قرش في 3، وبالتالي كده اول 3 شهور تقدر تحصل على 1000 جنيه. اما لو انت مش عايز الشرط اللي هو بتاع ان انت تسيب مبلغ، خلاص تعمل معاملات شراء ب 5000 جنيه كل شهر عشان ينزل لك الشهر اللي بعده 166 جنيه، يا اما تعمل كل شهر معامله ب 10000 جنيه عشان ينزل لك 333 جنيه و30 قرش، وبالتالي الثلاث شهور الاولى ينزل لك 1000 جنيه. لو انت من النوع اللي بيشتري كتير فالطريقه دي زي كاش باك كده مش هيخسرك. الكلام ده بقى على اللي لسه فاتحين الحساب جديد اول 3 شهور. طب لو انت بقى عدى عليك 3 شهور ودخلت بقى في الشهر الرابع، بيقول لك برده ليك مكافآت ترحيبيه توصل لحد 1800 جنيه في السنه الاولى. ركز قوي، العرض اللي فات كان في اول 3 شهور، التاني في السنه الاولى. ليه؟ بيقول لك لو انت سبت مبلغ ما بين 20000 جنيه لحد 40000 جنيه في حسابك وفضل المبلغ ده 3 شهور كاملين، بينزل لك عليهم 200 جنيه في الشهر الرابع. ولو سبت مبلغ ما بين 40 ل 60000 جنيه بينزل لك 400 جنيه في الشهر الرابع. ولو سبت مبلغ اعلى من 60000 جنيه بينزل لك 600 جنيه في الشهر الرابع. هو قال لك هنا ان المكافآت بتوصل لحد 1800 جنيه سنويا. ليه؟ لان انت لو سبت مبلغ مثلا 60000 جنيه هينزل لك الشهر الرابع 600 جنيه، وعد 3 شهور 600 جنيه تانيين، وعد 3 شهور 600 جنيه تانيين، وبالتالي كده 1800 جنيه في السنه الاولى. هتسالوني عن رايي الشخصي، انا شايف ان العرض الاول افضل، اللي هو موضوع ان انت تشتري ب 5000 جنيه كل شهر هينزل لك 166 جنيه. ده اوفر بكتير، كانه كاش باك، انت مش خسران فيه اي حاجه. وبرضو ان انت تشتري ب 10000 جنيه ينزل لك 333، يعتبر زي كاش باك حلو كده، لان انت هنا مجموع معاملاتك. يعني انت مش شرط تعمل عمليه واحده ب 10000 جنيه، انت ممكن تعمل عمليه ب 2000 3 4 لو انت من النوع اللي بيشتري كتير، فانت مش خسران حاجه. لكن بصراحه موضوع الثلاث شهور اللي بعد كده ده اللي هو لحد 1800 جنيه مش موفر خالص، ويعني انت مش هتسيب مبلغ كبير زي ده عشان تاخد في الاخر ملاليم. اتمنى الخير والتوفيق للجميع، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النقطه دي. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات، هتلاقوني سايب لكم كل فيديوهات المشرق نيو في وصف الفيديو، وهتلاقوني سايب لكم مقاله كامله فيها شرح للمكافآت الترحيبيه بالامثله. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.